السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإرهابي. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن أقدم لكم الحلقة دي لوحدي، الحمد لله خلصنا من محمود الحلقة أو ده في المشمش. وانا اقدر اسيبك في الحلقة دي بالذات؟ أنت جيت؟ لا لسه ما جيتش، دي حلقة حبيبنا. حبيبنا؟ أنا شكلي أعملها معاك وأعملها أنا المرة دي. ده حبيبنا الليبرالي يا معاذ، اللي بيحارب النقاب، اللي بيحارب النقاب وبيدافع عن البلاك بلوك الملثمين، مشعل الفتن الأول في مصر، اللي معاه لا حدود للتدليس وكأنه يتعبد بالكذب، اللي معاه الحرية المطلقة حتى لو كان ضد الدين، اللي ما عندوش أي مشكلة لو ينكر آيات القرآن، الإعلامي وائل الفراشي. أنا ليبرالي جدا ومع الحرية الشخصية جدا. ليبرالي ومع الحرية الشخصية جدا، ولكنه معترض على الزي الإسلامي. السعد الحسيني نزل بالجلباب لنشر الدعوة وكأن هذا هو المطلوب من المحافظ. برضو الكلام ده عايز توضيح يا أستاذ وائل. أنا قلت ومحدش يفهم ان هو ضد اي شيء له علاقة بالاسلام، زي الاقتصاد الاسلامي مثلا. ضد او مع الاقتصاد الاسلامي، نظام البنوك الاسلامية. حق يراد به باطل. شوية هنطلع بقى فن إسلامي، اقتصاد إسلامي، البنوك الإسلامية، وأنا عملت تحقيقات تتعلق بهذا الموضوع فيها فساد أكثر من البنوك العادية. وعشان هو مع الحرية الشخصية جدا، دايما بيحكي لنا عن أشياء مخيفة وبتشجع المجتمع على الرذيلة. مشاهدينا مساء الخير، هنقول لكم مجموعة وقائع مخيفة ومثيرة تتعلق بالتعليم في مصر. محاولة لمنع الاختلاط، كلية أو جامعة أسيوط فرع الأزهر. القصة المخيفة هي منع الاختلاط. طب يا ترى القصة المريحة إيه؟ إن هم يبقوا جنب بعض؟ طب يا ترى لما يكونوا جنب بعض عايزهم يدرسوا إيه يا أستاذ وائل يا إعلامي يا كبير؟ أنت مع ولا ضد تدريس الجنس في المدارس المصرية؟ لا معاه. أنت مع؟ معاه، لأنه أنا كمان عايز أقول لك دي واحدة بس، مع علامة بيضاء. مع يعني عايز المدارس تبقى مختلطة ويدرسوا فيها الجنس، وترجعوا تقولوا لنا انتوا بتتهمونا انكم واقفين ضد الاسلام. ابدا، احنا خايفين على اسلامنا منكم يا استاذ وائل ابراشي، خايفين على اسلامنا من افكاركم المنحرفة اللي انتوا بتمرروها في المجتمع. مش احنا بس اللي بنتهمكم انكم ضد الدين، بل انتم بالفعل ضد اي شيء بيمثل الدين. استاذ وائل ابراشي، علشان توضح للناس اكتر فكرك الفاسد، هل أنت مع مصادرة أي عمل بيسيء للدين؟ أنت مع مصادرة الأعمال الأدبية اللي ممكن تبقى ضد قيم المجتمع الأساسية؟ يعني واحد مثلا عامل رواية ضد يعني فيها حاجات تمس المعتقدات الدينية أو الأخلاقية، تتصادر يعني. أنا ضد المصادرة، ضد. وأنا بشوف خلينا برضه نشوف ضد أهو، الضد بقى أكتر يعني. يا سيدي، العمل الأدبي يحاكم من خلال قاضيه الطبيعي وهو النقد الأدبي. العمل السينمائي يحاكم من خلال قاضيه الطبيعي وهو النقد السينمائي. أنا ضد المصادرة بشكل عام، ضد مصادرة الأعمال المسيئة للدين. طب يا ترى أنت ضد إننا نذكرهم بعذاب يوم القيامة والحاجات اللي هي مذكورة في القرآن، ولا نسكت عنها هي كمان؟ بالإضافة إلى اللغة الجديدة، إنك إزاي تخاطب الناس بلغة جديدة. كفاية بقى اللغة اللي هي عذاب القبر والتخويف والترهيب. الكلام الصعب، في كلام الصعب اللي محدش يفهمه. وحواديت ملهاش معنى، في حواديت كتير بيحكوها للناس ملهاش معنى. كل اللي فات ده بيوضح فكره الفاسد وأفكاره الفاسدة اللي بيمررها لمجتمعنا. ولكن يا ترى شغله كإعلامي ثورجي شريف، هل يا ترى كان شغال تحت قواعد الحزب الوطني؟ وصل احيانا بالدكتور احمد بهجت صاحب دريم انه قال لهم انا عاوز اقفلها. قال لهم كده بسبب مشاكل، قالوا له لا، ممنوع تقفلها، انما تشتغل بقواعدنا. الأستاذ وائل بيأكد لنا ان هو كان شغال، طبعا هو شغال في قناة دريم وشغال على قواعد ومنهج الحزب الوطني. طب يا ترى ايه وضع باقي القنوات اللي شغالة في الإعلام؟ وفي جانب تاني انه كمان السلطة في العالم العربي يا عم جيشت الجيوش وعملت اعلام يخاطب السلطة نفسها ولا يخاطب الناس. يعني هي كمان عملت جبال من النفاق، صنعت جبالا من النفاق، وعملت ميليشيات من الاعلاميين والصحفيين الذين يدافعون عنها سواء على حق او على باطل. يعني باقي القنوات الإعلامية كانت برضه شغالة تبع الحزب الوطني. ووصل تسلط النظام السابق على القنوات الإعلامية
إنه ممكن يخرج ضيف من على الهوا؟ وهو ده السبب. تحصل احيانا ضغوط سياسيه شديده بتخليه انه لازم يمنع ويحذف. يعني تصل الضغوط السياسيه احيانا، ودي واقعه حقيقيه، انه يتم محاوله لانزال احد الضيوف لانه مش عاجب. لا، في برنامج منى الشاذلي العاشره الى حد انه محاوله انزال الضيف من على الهوا. طب يا ترى يا استاذ وائل يا ابراشي، انت ما قلتش ليه الكلام ده من زمان؟ انا عرفت انت ليه زمان كنت بتمدح بشكل ضمني صفوة الشريف. في مصر 2 بس بيشتغلوا سياسة، يعني 2 فقط. صفوة الشريف هو السياسي الوحيد والأول في مصر. فاروق حسني نص سياسي. لا يوجد سياسي في مصر إلا صفوة الشريف، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسة. بعد ما عرفنا مين هو وائل الإبراشي، هنقدم لكم بقى فقرة جديدة، هي فقرة ساعة تروح وساعة تيجي مع وائل الإبراشي. طبعا انتوا عارفين الانتخابات على الأبواب، والأستاذ وائل الإبراشي لازم يشغل الأسطوانة المشروخة اللي بيعملها كل مرة. وزي ما خصص لنا أسابيع عديدة كان بيتكلم فيها عن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقعد يأسس فيها لشهور طويلة. اختلفت معاهم في وقائع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حصل ايه بقى؟ بعض الوقائع التي انتشرت في كل محافظات مصر، فجأة بقيت انت عدو للاخوان وعدو للتيار الاسلامي. نعود لما يمكن ان نسميه وقائع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من غدا ستشاهدون حلقة كاملة لمجموعة من الوقائع تتعلق بجماعات التكفير ومن يسمون أنفسهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جماعة الأمر بالمعروف اللي تفتح التلفزيون تلاقيها، تفتح الراديو تلاقيها، تفتح الحنفية تلاقيها، تفتح الدولاب تلاقيها، وأصبح أمر واقع لا يمكن إنكاره. وعشان كده مفيش حد طلع لغاية دلوقتي حد يقول إنه لوحق من قبل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوهمية اللي شغلنا بها المجتمع بقالنا اسبوع، وانا اثق انها لا وجود لها. يعني انت مصدعنا بقالك شهرين في الاعلام بجماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاعلام مصدعنا بيها، وتيجي في الاخر وتقول دي كذبه، والاعلام بيشغل بيها المجتمع. بالله عليك انت مش مكسوف من نفسك وانت بتكذب وانت بتطلع الاعلاميين كلهم كده كذابين؟ انا والله ما عارف الناس بتصدقك ازاي وبتصدق الكذب ده ازاي، وفي الاخر تيجي وتقول التيار الاسلامي كذاب وفلان كذاب وفلان كذاب. لا، حوش بقى الصدق اللي بيرقط من بقك يا راجل يا صدوق. يا عم وائل الإبراشي الطاق الورع وصل به الأمر إنه ينكر آيات القرآن. يبقى أنت هتعتبر المسيحيين كفرة؟ طبعا، بس أنا بعامل الكفرة دول باللي ربنا أمر بيه. وكيف تكفر من يؤمن بالله ومن؟ ما هو الإيمان بالله حضرتك؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بالله توحيده، الإيمان بالله تصديقه فيما أنزل الكتاب، أنزل القرآن. حينما نكفرهم إذا لا يبقى إلا الضغط على الزناد، التكفير. هو ده بقى اللي بختلف، هو ده اللي هقتله تاني يوم. هو ده اللي أنا بتكلم عليه حضرتك، هو ده الكلام الفهم المغلوط اللي يمكن البعض ظنه، فعشان كده قال مش عارف الطائفين. أنا بقول ده كافر وله حق. كافر يعني أنا أتعامل مع المسيح على إنه كافر ومع ذلك له حق. طبعا، ومع ذلك له حق. علم نفسك انك ما تكفرش المسيحيين. انت بتتكلم في لقاء ازاي ده كان ربنا كفرهم؟ قال لقد كفر الذين قالوا. هعمل ايه بقى؟ هقول ايه؟ هقول ايه بس؟ هكفرهم. هقول ايه؟ طبعا الشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد المنعم الشحاب بالنسبه لك ارهابيين وهابيين، وبيقولوا كلام على المسيحيين ان هم كفار. ولما اتقالت لك الايه اللي بتقول ان المسيحيين كفار في القران الكريم، قعدت تقول هقول ايه؟ هقول ايه؟ هقول ايه؟ وعملت كده زي ما كانك بتردد صدى صوت. لا، ما تقولش حاجه. أنا خلي مفتي الديار المصرية زي ما أنتم ما بتوصفوه صاحب الرأي والفكر الإسلامي المستنير هو اللي يقول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن يعتقد في المسيح أنه هو الله أو أنه ابن لله فقد كفر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة. يبقى إذن التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. لما الدكتور علي جمعة يقول الآية اللي بتكفر المسيحيين ويقول بشكل واضح وصريح كل من يقول أن المسيح هو الله هو كافر. طيب ده رأي مفتي الديار المصرية، يا ترى إيه رأي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الكلام المتطرف ده؟ إذا قلنا يعني عايزين نقولوا أن المسيحيون
كما يعني يشغب كثير من الشباب الذي لا يفهم الإسلام أنهم يسمون كفارا لأنهم كفروا بالإسلام. نعم، لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. أعتبرهم من هذه الناحية كفار بالنسبة لي، أعتبرهم من هذه الناحية كفار بالنسبة لي. شفت يا وائل يا براشي إن تكفير المسيحيين ده آيات في القرآن الكريم وقالها لك مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب. أنت ليه بتنكر آيات القرآن يا وائل يا براشي؟ عرفت إن مشكلتك مع الإسلام مش مع المسلمين؟ لكن سيبك بقى وتعالى بقى نشوف المحبة والكلام الجميل، ونشوف المسلمين يا ترى وضعهم ايه عند المسيحيين. طبعا احنا هنخش الجنة عندهم وننام ونتهنى وننام على ريش نعام، وده رأي الأنبا مرقس أسقف شبر الخيمة. بسألك بوضوح يعني نيافة الأنبا، ألا تعتقد أني كافر ليس لي خلاص بسبب أنني لا أؤمن بألوهية المسيح؟ بوضوح مش غلط. طبعا الله بالضبط. وإلا هذا الذي أريد أن نصل إليه. نعم. ولو لم تقل ذلك لما صرت مسيحي. بالضبط. ولو أنا اعتقدت أنه لا ما فيش مشكلة، ولو قبلت من يقول بأن التثليث معناه توحيد لم أعد مسلما. بالضبط. الجيش احتل البلد احتلال. الجيش ده مش مصر. كلنا المشير. احنا جايين نرفع صوتنا للمستشرين. لمين يا ابونا؟ نرفع صوتنا لمين؟ لكفره المصريين. احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا؟ دول يجيب لنا حقنا؟ دول كفره. مش مصريين خلاص. رد فعلك ولا عنده ميت يعني. ولا عنده ميت يعني. تقدر تتكلم يا أستاذ وائل؟ قساوسة المسيحيين بيكفروا المسلمين. أتحداك اوعى يا محمود تتكلم كلمة واحدة عن القساوسة اللي بيكفروا المسلمين دول. وهكرر سؤالي تاني، هي المشكلة مع الإسلام ولا مع المسلمين؟ ده اللي انت فالح فيه يا وائل يا براشي، انك تتصور مع اللي عمل الفيلم المسيء واللي اعلن انشقاق مصر واعلن الدولة القبطية. اللي متصور مع وائل الابراشي ده واخد اعدام علشان بيسيء للاسلام، وهو ده اللي فالح فيه وائل الابراشي. على كل حال انا شايف ان اللي بيحصل في مصر ده وكل المشاكل اللي فيها بسبب الاعلام. هو الحقيقة يعني بقى في شماعة دائما تعلق عليها كل المشاكل والخطايا والأخطاء، وهي شماعة الإعلام. الإعلام بقى شماعة سهلة جدا. تسمع دلوقتي أي حد يقول لك إنه الإعلام هو السبب، ده مصر باظت بسبب الإعلام. تجد إنه حتى معظم القوى السياسية للأسف الشديد تقع في هذا الفخ وتتهم الإعلام عمال على بطال. هو الشماعة الجاهزة. يعني الناس الوحشين شايفين ان الاعلام هو سبب المشاكل. يا ترى يا استاذ وائل انت من الناس الوحشين دول ولا من الناس الحلوين؟ لكن مفيش شك ان الاعلام هنا وهناك هو المتهم الاول في هذه المصيبه اللي هنحتاج لسنين، لانه لم يحدث في تاريخ العلاقات بين الشعوب العربيه ان في شعبين يشتموا بعض. واضح ان الاستاذ وائل ابراش عامل زي اللي عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي. وواضح برضو ان شعره الاعلام الحلو الجميل هتيجي تاني. نبذل هذا المجهود يا جماعة. فكرة اتهام الإعلام بالتآمر الحقيقة قضية بقت تقليدية وعيب. واضح جدا ان وقت الشعرة التانية جه وبقى مش بيشعلل الدنيا ولا بيعمل حرب أهلية. مش عارف ايه اللي حصل، في فيروس عصبية في المجتمع المصري، في الإعلام وكثرة الفضائيات حولت بعض الأزمات إلى حرب أهلية وكوارث ومصائب. يعني انت لسه كنت مستنكر ان الاعلام بيتآمر على البلد، وبتقول ان الاعلام بيعمل حرب اهليه. مش حرب اهليه ده والشعلله اللي بتحصل دي، مش ده برضه تآمر على البلد؟ مش قلت لك يا استاذ الابراشي انت عامل زي اللي عنده شعره؟ مره الاعلام حلو جميل، مره لا ده بيعمل حرب اهليه، مره الاعلام ده الناس عاملاه شماعه، ومره ان الاعلام هو السبب الاول في احداث فتنه مصر والجزائر. ترسلك على بر بقى. وبعدين تعالى هنا، ازاي المرشد العام بتاع الاخوان يقول ان الاعلام سحرة فرعون؟ ملوش حق. ممكن اسميه صحافه البانجو او معلومات البانجو، وهي منتشره. ايه يا عم مالك قلبت على فيلم كيف كده؟ سحرة فرعون دي كخ، لكن اعلام وصحافه البانجو على قلبك زي العسل عشان بتعمل دماغ. طب خلينا بقى نسال الناس بتوع الاعلام البانجو وصحافه البانجو، اصحاب الكلام الموزون، يا ترى رايهم ايه في النقاب؟ على التساؤلات اللي بتخلي الناس تقول لا النقاب قضيه امنيه تتعلق بأمن المجتمع. القضية أمنية، يعني مش ممكن أنت تدخلي إلى الامتحان بالنقاب. أنا مش عارف أنت مين. بيقولوا مثلا افتح صفحات الحوادث يوميا، تعال شوف كيف يستخدم النقاب في تنفيذ الجرائم المختلفة، لأنه أصبح وسيلة للإخفاء والتمويه، بمعنى أنه يستطيع الشخص أنه يتخفى خلف النقاب ويرتكب العديد من الجرائم. حرية شخصية نعم،
لكن حريتك تتوقف عند حرية الآخرين، بمعنى أنه أنت ممكن تأذيني وتأذي المجتمع بهذا النقاب. الإبراش عايز يمنع النقاب عشان بيعمل مشاكل أمنية وحرية تؤذي الآخرين. طب يا ترى إيه رأيه في الناس اللي بيغطوا وشهم حرية وبيأذوا الآخرين؟ تنسب للبلاك بلوك كل حاجة. أي حد دلوقتي بيغطي وشه بتقول عليه بلاك بلوك، وده ليس صحيحا. البلاك بلوك السلمي الذي يحمي بلاك بلوك مش سلمي. لا بلاك يعني ايه يحمي المظاهرات؟ في بلاك بلوك يعني ايه يحمي المظاهرات؟ يعني انت بتنكر عليا ان انا عامل غسيل بيخبي وشه، يعني هل ده بلاك بلوك؟ يعني هو اي واحد دلوقتي بيخبي وشه لا البلاك بلوك بقى بلاك بلوك؟ لا انا بقول لك انه لست مع اخفاء الوجه، لكن كمان مش مع اي حد يعمل اي حاجه الحق بلاك بلوك. لا انا بقول انه البلاك بلوك اللي انا شفتهم واللي انا اتكلمت معاهم من شباب الثوره قالوا احنا نحمي المظاهرات لانه بعض المسيرات تم الاعتداء عليها، وهم عشان خايفين على نفسهم. يعني ما هو كمان في اصطياد للنشطاء. اهم حاجه بقى البلاك بلوك انكم تغطوا وشكم عن اقتناع، مش تلبسوه يومين كده وتقلعوه. نيجي بقى الابراشي معترض على النقاب علشان بيقول ان في حد ممكن يتستر فيه ويعمل جرائم. لكن نيجي بقى لبتوع البلاك بلوك اللي بيغطوا وشهم وبيعملوا جرائم وبيدافع عنهم. قال ايه؟ بيغطوا وشهم زي ما بيقول وائل الابراشي علشان يحموا الثوره، وانت مستكتر على بنات المسلمين انهم يغطوا اجسادهم من انظار امثالك. يا لك من شريف. وعشان الابراشي عامل زي اللي عنده شعرتين، ساعه تروح وساعه تيجي، يا ترى نشوف الشعرتين دول بيقولوا ايه على موضوع الفلول. اسمح لي حضرتك، انت عايز ان انت اي حد كان يعمل في النظام السابق يخش طرق او يدفن؟ لا، الذي استفاد من النظام السابق الذي خدم النظام السابق بشكل ايديولوجي. خليني اتكلم معاك بصراحه، ما فيش حد ما كانش بيخدم النظام السابق. يعني عصام شرف، الدكتور عصام شرف رئيس الحكومه الذي جاء به الميدان الى الحكومه وحملوه على الأعناق كان جزءا من النظام، وكان وزيرا تكسب بشدة من النظام. هو ده موقف كل الشرفاء، نبعد الفلول ونبعد أي حد استفاد من النظام السابق. لكن يا ترى رأيك ايه يا أستاذ وائل الإبراشي في وزير الخارجية السابق لمدة 10 سنوات اللي استفاد من النظام السابق؟ ويا ترى بقى أنت أيدت مين من الرؤساء المترشحين اللي هم ثورجية؟ أنت مؤيد عمرو موسى. أيدت عمرو موسى لنفس الأسباب اللي أنا بقولها دلوقتي. شايف إن هو الأصلح للفترة دي، وممكن بعد فترته ما تخلص تخش أنت لأنه الذين يخشون من استبداد عمرو موسى بقول لهم لن يكون هناك حاكم مستبد. عمرو موسى يتمتع بعلاقات سياسية ودولية قوية، وأنا بقول إنه يستطيع إنه يخدم مصر جيدا في ال4 سنوات القادمة. نيجي بقى لشعرة جديدة. يا ترى أنت يا إبراشي أيدت الإخوان للوصول للسلطة؟ مفيش حد يستطيع أن يتهمني بأنه أنا في المطلق ضد جماعة الإخوان المسلمين، بالعكس أنا كنت بتخانق حتى مع أصدقائي. أستاذ الكبير الصديق العزيز وحيد حامد، وكنت أقول له يا أستاذ وحيد الإخوان اختلفوا، أنت تتحدث عن إخوان الستينيات والخمسينيات، اختلفوا خلاص، لا في لا ميليشيات ولا في لا عمل خندقي وعمل سري، الناس خلاص استوعبوا كل هذه الدروس. إخوان اليوم يختلفون عن إخوان الأمس، دول اللي هينظفوا البلد وهيزيلوا بقايا النظام السابق. يوه الشعرة شكلها رجعت تاني، ما كفايه كذب بقى. انت ازاي وافقت على الاخوان وكنت بتأيدهم وبتقول انك هتساعدهم وواثق ان هم هيطهروا البلد، وانت اصلا كنت ضد حكم الاخوان ومنهجهم في الوصول للحكم من زمان؟ هل انت ضد او مع ان الاخوان المسلمين يحكموا مصر؟ انا ضد في انتخابات نزيهه في كل شيء، يعني ما بتكلمش على حاجه غير طبيعيه. يعني ضد الاستبداد الديني، يعني ضد فكره استخدام الدين في الحكم. لا انا ضد منهج الاخوان المسلمين في الوصول ضد. يا ترى الابراشي اللي ضد منهج الاخوان ايه رايه في صفقات الحزب الوطني اللي كانت بتتعمل؟ هنسمع بقى دلوقتي اخطر تسجيل من تسجيلات وائل الابراشي. الاستاذ هشام طلعت مصطفى كان هيشتري صوت الامه والدستور. انا بسال دلوقتي انتوا اكيد، انا مثلا لو جه قال لي انه انا جريده معارضه وجاي واحد يشتري حزب وطني، انا مش قاعد معاه وتروح تقول لرئيس مجلس الاداره يا عم انت ادي الجورنان وادي البتاع، ولو الراجل ده اشترى الجورنان انا مش قاعد فيه. ما عملتوش كده. لا انت بتعمل الاتي، انك لازم تسمع للشخص. تسمع ايه يا واد؟ جايز الشخص جاي يقول لك انا هفصل. طيب احنا بننتقد بموضوعيه، يعني انت جاي تشتريهم عشان تحولهم الى صحيفتين مهادنتين يعني. قال لي لا انتوا تشتغلوا زي ما انتوا كده، بس في في اسس هنحطها. قلت له خلاص لو في اسس
وهنوافق عليها او ما نوافقش. يا وائل اقف وما هنا. وافقناش. يا وائل اقف هنا. انت ازاي بتتفاوض؟ انا مش قادر افهم يا جماعه. انتوا بتطلعوا في الجرايد ومش ممكن والحزب الوطني وبعدين بتفاوضوا مع واحد يشتريكوا ازاي؟ يعني انا ما قدرتش افهم دي. يعني انت طالع تهاجم الحزب الوطني وفي الاخر كنت بتعمل معاهم صفقات؟ يعني ايه تتفاهم معاهم وتعمل معاهم صفقات؟ يعني ايه يا وائل؟ يمكن تابوا وربنا هداهم، ربنا يقوي ايمانك يا شيخ ابراشي. ودلوقتي بقى مع فقرة التدليس في القميص. يا ترى وائل الإبراشي بتاع صفقات الحزب الوطني ايه رأيه في الدستور؟ وكان بيكذب عليه ولا كان بيقول الحق دايما؟ بحقوق الطفل والمرأة، والحقيقة الكلام تحديدا عن زواج القاصرات أثار جدلا شديدا. لا أنا بدأت أخاف. أنا بدأت أخاف كده. حضرتك قلت إن شاء الله موضوع سنين المعيار سن البلوغ. يا دكتور وحيد موجود في البرنامج. بس دي مش أفكار يا دكتور وحيد. أنا مش عارف. سن البلوغ ده هو معيار التكليف في الإسلام. ليه حق أخاف ولا لا؟ ليه حق أخاف ولا لا؟ وتراب هتجوزوا الأطفال 9 سنين. 9 سنين هتجوزوا الأطفال. لا لازم اقلق. لازم اقلق مما يطبخ الان في الجمعيه بالظبط. عايزين يبقى انت كمان معترض على فكره فتح الباب امام زواج القاصرات، لابد ان يمنع ذلك في الدستور بنص واضح وصريح. يعني ما هو مش معقول هو الابراشي بتاع صفقات الحزب الوطني يكذب ويدلس على الدستور، يعمل صفقات مع الحزب الوطني لكن يكذب برضه. يا ترى يا سؤال الابراشي كان في زواج للقاصرات وكلام كده في الدستور ولا لا؟ هو في دستور في الدنيا بيحدد سن الزواج؟ لا ما بيحددش، بس ممكن افتح ابوابا او اغلق ابوابا يا دكتور ايمن. انا بقول لك هذا الكلام ينظمه القانون، وانا شخصيا جزاك الله خير صح مع وجود نص يجرم الرق ويجرم التجار بالبشر، وانا بقول بشكل واضح الدستور لا علاقه له بسن الزواج على الاطلاق. ده امر بينظمه القانون وامر غير وارد المناقشه فيه الان، وده استهلاك لاعصاب الناس واستهلاك لطاقه الناس فيما لا محل لمناقشته الان. ده اللي بيتكلم ده ايمن نور عضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور. نشوف بقى الابراشي في حاجه جديده غريبه مريبه. كان بيتكلم في حاجه وضعت في الدستور وهو اصلا مش عارف معناها. هو يعني ايه رق يا استاذ وائل؟ ما هو اللي انا سامعه ده يعني ايه رق؟ انا عايز بس حضرتك تعرف لي الرق، ايه هو الرق؟ ما هو اللي انا سامعه ده نوع من الرق والاتجار بالبشر. انا حضرتك انا لما اقول كلمه رق لازم اعرفها تعريف عشان احطه في الدستور، فحضرتك قوله لي بس انا مش عارفه، فقول لي تعريف الرق ايه اللي ممكن نحطه في الدستور. لا ما هو يا استاذ محمد عرفه زي ما انت عايز تعرفه، خليني في المضمون دلوقتي. يا استاذ وائل طب بتشيله ليه؟ بتحذفه ليه؟ في قوالب يا استاذ وائل، في قوالب وفي معاني. القوالب والمعاني دي لابد ان انا اكون فاهمها كويس عشان لما احطها في الدستور ابقى فاهم انا بعمل. ودلوقتي بقى مع فقره يا خراشي على كذب الابراشي. تعالوا بقى نشوف الابراشي هو بيكذب على القنصل المصري في امريكا والقنصل بيفضح كذبه. الخبر اللي قلناه في البدايه ان الدكتور محمد مرسي هيكون في نيويورك في 23 او 24 سبتمبر القادم، لكن الجديد هو انه القنصل العام في نيويورك قال انه وجود الدكتور محمد مرسي قد يواجه ببعض المظاهرات الحاشدة من قبل المصريين او ربما المسيحيين الموجودين في الولايات المتحدة الامريكية. هنشوفه مع القنصل العام في نيويورك يوسف زادة. سيادة القنصل اهلا بيك. اهلا بحضرتك. سامعني حضرتك كده؟ اتفضل. لا انا ما قلتش كده حضرتك، ما قلتش ان زيارة السيد الرئيس لنيويورك هيكون فيها مظاهرات حاشدة، انا ما قلتش كده. واعتقد يعني ممكن تكون هذه المنظمات يعني لها مطالب معينه من المصريين الموجودين، منظمات حاشده في جميع انحاء الولايات المتحده، لا الكلام ده انا ما قلتوش. وفي الوقت اللي جبهه الانقاذ وقفت دقيقه احداد على روح ميرنا، طلع الابراشي وقال لا يا جماعه دي اصيبت بس. قبل ما اكمل مع ضيوفي، ميرنا هي الفتاة اللي أعلن عن استشهادها. ميرنا معانا بتقول إنها أصيبت فقط. ميرنا معانا بتقول إنها أصيبت فقط وهي كويسة. ميرنا أهلا بيكي. أيوه. ميرنا سامعاني؟ أيوه سامعاك. أنت كويسة؟ لأن البعض كان أعلن اسمك بين الذين تم استشهادهم، يعني أصيبوا واطلق عليهم النار. انا ولا اصبت ولا حصل لي اي حاجه، انا كويسه جدا. انا بس فوجئت على الفيسبوك انه لقيت صوري منشوره وبيقولوا ان دي ماتت، وانا كذبت كل الاشاعات دي. وانا حتى ما اصبتش، انا كويسه ما فيش اي حاجه.
طيب كويس، ما احنا بنوضح بس عشان لازم يبقى فيه دقة في المعلومات. بس انت كنت موجودة في محيط مصر؟ انا كنت موجودة. ايوه كنت موجودة في الاحداث النهارده امبارح مش النهارده. طيب ميرنا الف شكر للتوضيح. مسخن من ستي الا سيدي، يعني انت طالع تكذب جبهه الانقاذ، تروح تكذب وتقول اصل معانا ميرنا وبتقول انها مصابه، وفي الاخر هي تكذبك في نفس الدقيقه تقول لك ان هي ما كانتش مصابه واصلا ما كانتش عند الاتحاديه في اليوم ده. كفايه كذب بقى يا استاذ ابراشي. واستمرارا لكذب الاستاذ وائل الابراشي، طلع وقال ان في واحد اسمه السيد حامد قدم بلاغ في جبهه الانقاذ انها بتدعو للانقلاب على الشرعيه. وكانت المفاجاه، هل دفعتك جماعة الإخوان المسلمين للتقدم بهذا البلاغ؟ طب اقول لحضرتك حاجه ممكن تصدقني فيها يا استاذ وائل، مش هحلف لك بس ممكن تصدقني فيها. انا منذ طفولتي حتى هذه اللحظه مؤمن بالفكر الناصري وناصري الفكر، وامن بمبادئ جمال عبد الناصر، وانا لست اخوانيا ولست ادعو حزب الحريه والعداله. واي حد يقف ضدك يا استاذ ابراشي يكون من الاخوان؟ اهو الراجل طلع ناصري وفضحك على الهوا، مش اي حد بقى يقدم بلاغ في جبهه الانقاذ تروحوا تصارعوا بقى وتقولوا ان هو اخوان، مش هينفع كده. ومن مهنيه الاستاذ وائل الابراشي انه بيقدم تقارير سليمه 100% وفي وقتها المناسب. اتفضل ست لو. يعني انا طبعا هتكلم في الجزئيه الاولى عن التقرير اللي حضرتك قدمته في الاول. التقرير اللي قدمته في الاول كنا معتقدين او يعني حضرتك تعلم ان الاصول المهنيه ان احنا كنا نوضح في التقرير للناس. ده انا جايب كل مدير امن بيتكلم في المحافظه. بس يا ريت اكمل. اتفضل يا سيادة اللواء. التقارير دي تم تصويرها يعني من اكثر من شهر. لا سيادة اللواء لا سيادة اللواء منذ 3 أسابيع. سيادة اللواء بس خلينا بس منذ 3 أسابيع وحتى لو من 3 أسابيع. ايه اللي هيفرق؟ احنا مش بننكرها يا استاذ وائل. ايه اللي هيفرق؟ بنقول ان هو كان، انا لما اوري المشاهد النهارده تقرير معين بيعتقد ان هو بيتفرج عليه ان ده حصل النهارده او امبارح، غير لما اقول له ان ده من شهر او من شهر ونص. الامن عندنا في مصر بيختلف من يوم للتاني، مش عيب عليك يا استاذ يا ابراش تعرض تقرير من شهر ونص على اساس انه النهارده، لكن بصراحه المتحدث باسم الداخليه فضحك. لما الاستاذ وائل الابراشي يعمل كده يبقى هدفه اثاره البلبله في البلد. وبعد ما كذب الابراشي في موضوع جماعه التكفير اللي هي الامر بالمعروف او النهي عن المنكر، كذب في قضيه جديده. طلع لنا شريف البحيري وهو كان الشاهد الوحيد كما يقول على قضيه قتل محمد الجندي الله يرحمه، وطلع وبيقول ان هو من الاخوان. عموما اسمي دوت مش اسمي الحقيقي، بس ما حدش اقوله بس عشان ما حدش يعرف انا مين يعني. وانت شخصيه معروفه يعني؟ لا انا كنت من الاخوان المسلمين وبعدت عنهم يعني، عشان اللي هم بيعملوه دوت انا بعدت عنهم عشان بس ربنا لما هيحاسبني. بعدت عنهم امتى يا استاذ احمد؟ في خلال الايام اللي فاتت دي. الفتره الاخيره دي؟ من ايام حادثه محمد الجندي. شريف اعترف وقال ان هو من الاخوان. يا ترى لما يطلع مع وائل الابراشي هيبقى برضه من الاخوان؟ شريف اولا انت هبدا معك، انت بتقول ان انت كنت عضوا سابقا او ما زلت عضوا في جماعه الاخوان المسلمين؟ لا انا مش عضو بمعنى العضو، ان كنا كاصحابي احنا صاحبنا ايام الثوره. كنا بنعمل مشاوير عشان ايام الانتخابات الرئاسه وباستفتاء بننزل عند الفلاحين وعند المناطق الريفيه. طلع شريف البحيري ده مع محمود سعد بيقول انه اخوان، طلع مع وائل الابراشي بيقول لا انا مش من الاخوان. لو كان بقى الاستاذ الابراشي فعلا شريف كان بره مش هنبه كده وقام واداله جزء اقلام، قال له انت ازاي شاهد في قضيه وتكون كذاب بالشكل ده؟ لكن ما ينفعش كذاب يطرد كذاب، على راي اللي بيقول يعني ان البيض الممشش بيتدحرج على بعضه. عرفنا من وائل الابراشي ان في اعلام بانجو، لكن ما عرفناش ان في ضيوف بانجو. شويه يقول انا اخوان وشويه انا مش من الاخوان. يا ترى جيرانه بيقولوا عليه ايه؟ هو حقيقة الكلام اللي هو قاله انا ما صدقتوش ان هو على طول هنا قاعد على طول، ولا بيروح ولا اخوان ولا الكلام ده كله. في خلاف بينك وبينه؟ ولا اي حاجه، ده جاري. انا ساكن في الدور الثالث اهو، هو ساكن في الدور الثاني. الانتخابات الرئاسيه هل عرفت هو انتخب مين؟ هو انتخب تقريبا احمد شفيق. هو قال كده؟ طب ايه مدى علاقته بالاخوان المسلمين؟ بس واحد ما بيصليش اساسا، هو كذاب مأجور. لا انا عارف ان هو كان الاول كان مرشح حمدين صباحي، وبعدين رجع تاني وانتخب شفيق. انا ما شفتش حد في مره ماشي معاه بدقن نهائي.
يعني لا شيخ ولا اي حد. الشاهد في القضية اللي جاب وائل إبراشي طلع كذاب وبيتناقض في كلامه، وجيرانه وأهل بيته قالوا إن هو مأجور. لكن السؤال اللوزعي المهم اللولبي، هل وائل إبراشي ممكن يأجر ناس في حلقاته؟ لكننا نلتزم أخلاقيا بأنه مش ممكن أبدا أحد بعض الضيوف يعني الذين حصلوا على مكافآت مقابل ظهورهم في البرنامج، وبالتالي يمكن لبعض الضيوف الذين يصممون، يعني في ناس تانية لا تطلب أموالا، لكن بعض الضيوف يقول لك والله أنا أعطيك من وقتي وجهدي ولذلك أطلب أموالا. إذا كان في ناس بتبيع جسدها وشرفها عشان المال، يا ترى مش هيبيعوا شهادتهم عشان المال يا إبراشي؟ إزاي تثقوا في وائل إبراشي بعد كل الحوارات الفكسانة الفاشلة اللي هو بيعملها دي؟ احنا مش معترضين ان ضيوف ياخدوا مال مقابل وقتهم، لكن اللي معترضين عليه ان انت تجيب شخص متناقض في كلامه، جيرانه بيقولوا ان هو مأجور وعاطل، وتطلعه على القناة بتاعتك عشان يكذب. بغض النظر عن قضية الجندي الله يرحمه اتعذب او ما اتعذبش، مش هو ده موضوعنا ولا هو ده اللي احنا بنناقش. احنا بنناقش قضية وائل الإبراشي اللي بيجيب ضيوف دايما كذابين، والمفروض ان هو يشاهد في القضية ويكون كذاب. لكن بالرغم من كذب الإبراشي ده كله وبث سمومه في عقول الناس، إلا أن الناس الحمد لله رب العالمين بدأ يكون عندها وعي، وتكشفت حقيقة الإبراشي لهم، وأصبحوا عارفين أن الإبراشي بيحرق البلد وبيجيب ناس مأجورين علشان يساعدوه في حريقتها. اتهامات تقفل القنوات بتاعتكم اللي بتذيع الحقيقة، انتوا بتهدوا البلد، انتوا فاضل لكم نفس أخير بس. فاضل لنا نفس، هذا هو الخطاب، انتوا فاضل لكم نفس أخير. طيب يعني انت جبهه تريد ان تخلص على الجبهه الاخرى. طيب لو سمحت الشيخ احمد محلين المأجورة هتتحاسبوا في اليوم ده باذن الله كلكم. يلا مع السلامه. وقع الإبراشي فريسة كذبه، المره دي بقى وقع مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي كشف وفضح عدم حياديته. استاذ وائل، لما غضب الناس في الشارع لاستبعاد حازم ابو اسماعيل، وغضب الناس في الشارع لاستبعاد حمدين صباحي، أنت قلت بشأن حمدين صباحي ما فيش حد مكتوب على صدره إنه هو من أنصار حمدين صباحي، لكن قلت في شأن حازم أبو إسماعيل هؤلاء أنصار حازم وأنا ومن بعد الطوفان. أنا ليه بقول لك كده؟ أنا مش زعلان منك. والله مش أنا بس والله مش أنا بس دي أيديولوجية تتحكم في الرأي. أنا أحب الشخص الذي مش مهم يختلف معايا ولا يتفق معايا، بس يبقى منصف. وعشان وائل الإبراشي رجل الفتنة الأول في مصر بيحب دايما يوقع ما بين المشايخ، ولكن على مين؟ وقع فريسة كذبه مع الشيخ محمد حسان. انقل كمان يعني غضب الشيخ محمد حسان، يعني لا توجد سوء نية كما تتهمني، يعني أنا أنوب عن المشاهد الشيخ محمد حسان، وبالتالي يعني هذه أسئلة عند البعض طيب لا أستطيع أن أنا أخفيها يعني. نعم. لأنك تتهمني بسوء النية وأنا ما عنديش سوء نية. يعني أنا رأيت أنك حولت الحلقة إلى قضية شخصية، وأنا أحترم أخي الأستاذ وجدي، ولن تستطيع أستاذ وائل بهذا الفيديو أن تسيء العلاقة بيني وبين أخي الأستاذ وجدي. يبقى أنت معتقد أنه هدفي من هذا السؤال هو أن أدق إسفينا بينك وبين الشيخ وجدي. حتى لو أساء إلي ليس كذلك يا شيخ محمد. لو أساء إلي أخي الأستاذ وجدي فأنا لن أسيء إليه. هو ده وائل الإبراشي، تخصص إسفين وفتنة، وعشان هو كده بيحب يسمع آراء كل الناس. بس بعد اذن حضرتك يعني لو تسمح لي اتكلم دقيقه من غير ما تقاطعني. اتفضل مش عاطل. يعني انا واثق انك هتقاطعني يا استاذ وائل، بس بعد اذنك ما تقاطعنيش دقيقه. اتفضل. سيبنا اتكلم، انت قلت لي اسيبك تتكلم، لو سمحت سيبنا اتكلم. وجهتي النظر. يا ريت تكلمني. انت قاطعتني 30 مره، سيبنا اتكلم. طب بس يا ريت اكمل. سيبني اقول جمله واحده بعد اذن حضرتك، سيبنا اتكلم لو سمحت. وانا كل ما ارد عليك تقول لي سيبنا اتكلم؟ ما انا مش عارف اتكلم منك خالص، بتقاطعني، ارجوك سيبني اتكلم. طيب اتفضل. يعني دي حق اني اتكلم، ده من ابسط حقوقي ان انا اتكلم. طيب اتفضل. اتكلم عشان الناس تسمعني. طيب اتفضل. كلها بتتكلم بقالك ساعتين ثلاثه، سيبني انا اقول جمله واحده الناس تسمعني. اسمح بس اديني فرصه. من ايام قليله حد يتكلم. طيب اديني بعد ايه حضرتك فرصه بس ان احنا نتكلم. انت جايبني على الخط عشان انت تتكلم، انا سيبني دقيقه واحده. انت سيادتك مش عايزني اكمل ليه؟ لا اتفضل. هو ده وائل الإبراشي، ما دام مختلف معاك انسى انه يدي لك فرصه توضح فيها رايك او القضيه اللي هو بيتهمك فيها. قاعد بقاله ساعتين بيبث في سمومه، لما حد يرد عليه في حتى دقيقه يقعد يقاطعه في الدقيقه 60 مره. للاسف خلصت الحلقه. يا ترى مين هو الارهابي يا وائل يا إبراشي؟ الإرهابي هو اللي بيخوف الناس من بلدها ومن دينها. الإرهابي هو اللي عايز اختلاط في المدارس مع تدريس الجنس.
الارهابي هو اللي بيخوف الشعب من بعضه. الارهابي هو اعلام وصحافه البانجو. اهم حاجه تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/irhabi2. اوعى تنسى ارهابيين بقى وكده. يلا سلام.